السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. خليني أبدأ بجملة واحدة بس. في حاجات شكلها تاريخ، بس هي في الحقيقة اقتصاد. وفندق شيبرد في القاهرة مش مجرد فندق قديم، ده اسم. والاسم ده تحول مع الوقت إلى أصل ممكن يجيب دخل، وممكن يتعمل عليه صفقة طويلة، وممكن يتدار زي ماكينة فلوس. النهاردة هنحكي الحكاية، بس مش علشان الحنين، هنحكيها علشان نفهم اللي بيحصل دلوقتي وليه النهاية باسم ماندرين أورينتال. خلينا نمشي خطوة خطوة. شيبرد بدأ سنة 1841. ده رقم مهم، لأن ده معناه إن الاسم أقدم من دول كتير في المنطقة، وأقدم من نظم اقتصادية اتبدلت واتكسرت واتغيرت. في الوقت ده القاهرة كانت بتدخل مرحلة جديدة، حركة سفر، تجارة، دبلوماسية. وقتها الفندق الكبير مش كان بس غرف، كان مكان إدارة علاقات ومكان تعامل ومكان استقرار للزائر اللي جاي من بره. ومع مرور السنين الاسم كبر والبناء اتطور، وفي مصادر تاريخية بتذكر إن حصل إعادة بناء كبيرة وتكمل مبنى مهم حوالي سنة 1891. وبعدين اتقال إن فيه إضافة مميزة زي القاعة العربية أرب هول، وحوالي سنة 1898. وده معناه إن الفندق كان بيتصرف عليه علشان يفضل في مستوى أعلى. وهي دي قاعدة الفنادق الفخمة، لو ما طورتش تقع. طيب، نروح للحظة اللي قلبت القصة كلها. 26 يناير سنة 1952، حريق القاهرة. أحداث كبيرة ونار في وسط البلد، وأماكن كتير اتدمرت، ومن ضمنها شيبرد القديم. ودي لحظة مهمة جدا، مش علشان الدراما، علشان الرمزية في الاقتصاد السياسي. فيه أماكن بتتحول إلى رمز، والرمز ده ساعات يتحاسب حتى لو هو مجرد مبنى. الناس ما بتحرقش حجر، هي بتحرق معنى. بس هنا يجي درس تاني، الاسم ما ماتش. بعدها بسنين قليلة اتعمل شيبرد جديد، واتقال إن ده كان سنة 1957 في جاردن سيتي قريب من النيل. يعني نفس الاسم بس مكان مختلف، وزمن مختلف، ومشهد اقتصادي مختلف. ومع الوقت الأصل ده بقى داخل ضمن أصول الدولة السياحية وهيئات الفنادق. والقصة اللي ناس كتير بتذكر فيها إيجوث ككيان مرتبط بإدارة أصول فنادق الدولة. وده مهم، لأن الأصل لما يبقى أصل دولة بيبقى له وظيفة مزدوجة، سياحة، وفي نفس الوقت قيمة على الورق. قيمة ممكن تتحرك، قيمة ممكن تتحول لتدفقات نقدية. طيب، نقرب من العصر الحديث. سنة 2009 ظهر كلام عن إدارة مؤقتة وإعادة تموضع، وتذكر اسم روكو فورتي في سياق إدارة مؤقتة. وده لوحده بيقولك إن اسم شيبرد كان لسه له وزن. بس إعادة الإطلاق الكبيرة وقتها ما مشيتش للنهاية زي ما الناس كانت متوقعة. وبعدين الفندق اتقال في مصادر كتير إنه قفل سنة 2014. وهنا ندخل على النقطة اللي بتهمنا. الأصل المقفول مش قصة حزينة، الأصل المقفول مشكلة مالية. ليه؟ لأن عندك اسم مشهور، وعندك موقع، وعندك أصل ممكن يشتغل، بس هو نايم. يعني دخل صفر، ومصاريف وصيانة ومخاطر. ومع الوقت الأصل المقفول بيخسر من سمعته كمان، لأن السوق الفاخر ما بيرحمش لو انت قديم، لو انت مش جاهز، لو الخدمة مش في مستوى العميل يروح لغيرك. طيب، نطلع بقى من التاريخ وندخل على الصفقة. من حوالي سنة 2020 ظهر هيكل إعادة تطوير كبير، وتقارير كتير قالت إن فيه استثمار تقريبا حوالي 1,400,000,000 جنيه في مشروع شيبرد. الرقم وحده مش أهم حاجة، الأهم هو شكل العقد. اتقال إن مدة العقد 35 سنة. وهنا تيجي الجملة اللي لازم تتقال بوضوح وبالأرقام وبدون لف. اتقال إن تقسيم صافي الأرباح كالتالي: 69% من صافي الربح في أول 10 سنين، وبعد كده 60% من صافي الربح في 25 سنة اللي بعدهم. يعني المدة كلها 35 سنة. خليني أوقف هنا ثانيتين، لأن فيه ناس بتسمع 69 وتفتكرها على الإيراد. لا، دي على صافي الربح. إيراد يعني دخل الفندق، الغرف، الأكل، الشرب، المناسبات، الاجتماعات، كل ده صافي الربح. يعني بعد ما تدفع تشغيل، رواتب، كهرباء، مية،
صيانة، أمن، تسويق وغيره. وبعد كل ده اللي يتبقى ده هو الصافي. فلو التشغيل ضعيف الصافي يضعف، ولو الصافي يضعف الأرقام تبقى على الورق. طيب ليه بقى أول 10 سنين النسبة أعلى وبعد كده تقل؟ المنطق هنا بسيط. أول 10 سنين دي عادة بتبقى مرحلة استرجاع استثمار، يعني المستثمر عايز يرجع جزء كبير من اللي دفعه بسرعة، وبعد كده يدخل على مرحلة عائد طويل بس بنسبة أقل، ومع ذلك طويلة جدا، 25 سنة. بس في عامل تاني كمان، التمويل. في تقارير اتكلمت عن تمويل كبير من البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt، واتقال رقم واضح، حوالي 970.2 مليون جنيه، يعني 978.2 مليون جنيه. واتقال كمان فايدة حوالي 8%، واتقال فترة سماح حوالي 3 سنين، وأحيانا تتذكر كحوالي 3 سنين ونص في بعض التغطيات. أنا هنا مش بدي تفاصيل عقد كاملة لأن نص العقد مش كله منشور، بس كمبدأ لما يبقى عندك تمويل بالحجم ده يبقى لازم الأداء يكون قوي علشان السداد، وعلشان مصاريف التشغيل، وعلشان المشروع يعيش. طيب لحد هنا احنا عرفنا ان في عقد طويل، وفيه نسب صافي ربح، وفيه تمويل كبير، وفيه هدف واحد، تشغيل قوي. طيب تشغيل قوي ده يجي منين؟ وهنا بقى الناس بتتلخبط في عالم الفنادق الفخمة. فيه فرق بين المالك والمستثمر أو المطور والمشغل. المالك هو اللي عنده الأصل أو حق التصرف في الأصل، الطرف اللي الأصل باسمه أو تحت مظلته. المطور أو المستثمر هو اللي بيدفع تجديد وبناء وتوسعة وتأثيث، وبيتحمل مخاطرة رأس المال. المشغل هو اللي يدير الفندق يوم بيوم، يجيب النظام، يجيب المعايير، يجيب التدريب، ويبيع اسم البراند. وكتير جدا في العالم المشغل ما بيشتريش المبنى، هو بيديره بعقد إدارة Management Agreement. وده يقودنا للنقطة الأساسية، ماندرين أورينتال. ماندرين أورينتال أعلن إنه داخل بعقد إدارة، وإن الاسم هيبقى ماندرين أورينتال شيبرد كايرو. ودي مش تغيير لافتة، دي تغيير ماكينة التشغيل. ماندرين أورينتال كبراند فئته عالية جدا، والبراندات دي بتدخلش أي مكان إلا لما تكون شايفة إن المنتج النهائي يقدر يطلع لفئة الأسعار اللي هم عايزينها، ولمستوى الخدمة اللي هم عايزينه، وللسمعة اللي هم بيحموها. وفي الإعلان اتذكر كلام واضح إن ده أول فندق لماندرين أورينتال في مصر، ودي نقطة مهمة لأنها دخول رسمي للسوق المصري باسم عالمي، وده معناه إن التوقعات عالية. وتذكر كمان أرقام الوحدات، 188 غرفة و88 جناح، يعني مجموع 276. ده رقم مهم لأنه Operator Facing، رقم تشغيل، رقم بيع. وتذكر كمان اسم مصممة داخلية، سيبيل دو مارجري. وده برضو مش تفصيلة لأن الفنادق الفخمة بتبيع تجربة مش سرير. كمان اتكرر في تغطيات كتير إن في مطاعم وبارات متعددة، وفي مكان على السطح روف توب، وفي مساحات كبيرة للمناسبات Event Space وقاعات. ليه ده مهم؟ لأن الفندق الفاخر مش بيكسب من الغرف بس، هو بيعمل دخل من مزيج Rooms, Food and Beverage, Events, Meetings, Weddings, Conferences. وده بيزود الدخل وبيزود القدرة على تحقيق صافي ربح أعلى لو الإدارة قوية. طيب نرجع للسؤال الأكبر، ليه ماندرين أورينتال هو نهاية القصة في الحلقة؟ لأن عقد صافي الربح 69 ثم 60 ما يشتغلش. لو الفندق اتشغل نص شغل ده محتاج تشغيل محترف. ومين اللي بيعمل تشغيل محترف على مستوى عالمي؟ البراند العالمي، الأوبريتور. خليني أبسط الموضوع للناس أكتر. ماندرين أورينتال عنده 4 أدوات قوة. أداة تسعير Pricing Power. البراند يرفع سقف السعر لأن العميل بيدفع مقابل ضمان خدمة، ضمان نظافة، ضمان تجربة ثابتة، وضمان سمعة. أداة توزيع Distribution. البراند عنده شبكات بيع، شركات وكلاء سفر، فئة عالية، سوق فاخر، مش مجرد إعلان على الإنترنت، دي شبكة. أداة تشغيل Operating System. إجراءات SOP، تدريب، مراجعات، جودة، تفتيش، قياس رضا، ومعايير ثابتة. أداة حماية سمعة
Reputation Defense. البراند الكبير ما بيقبلش حلول سهلة، لأن أي غلطة بتضر اسمه في العالم كله. عشان كده البراند مش بس بيبيع، ده بيفرض نظام. وهنا تتضح العلاقة بين كل أجزاء الصفقة. عندك تطوير كبير، عندك تمويل، عندك عقد طويل، عندك نسب صافي ربح، يبقى لازم عندك تشغيل قوي، ومفيش تشغيل قوي بدون أوبريتر قوي. طيب، في نقطة كمان لازم تتقال وبشكل هادي علشان ما نبالغش. احنا ما معناش نص عقد ماندرين أورينتال بالتفاصيل، يعني ما نقدرش نقول نسب رسوم الإدارة بتاعتهم في العقد ده تحديداً، لكن نقدر 30%. نشرح نموذج السوق. نموذج السوق غالباً بيبقى فيه رسوم إدارة أساسية بيس فيه، وغالباً بتبقى مرتبطة بالإيراد، ورسوم حافز incentive فيه، وغالباً بتبقى مرتبطة بالأداء أو الربحية. الفكرة هنا إن أوبريتر عنده مصلحة إن الفندق يشتغل كويس، صورة وسعر وأداء، علشان يحافظ على البراند وعلشان نظام الرسوم يفضل قوي. طيب تعالوا ندخل في جزء البناء، علشان بعض الناس تفكر إن ده تجديد بسيط. لا، في إشارات عامة على إن المشروع كبير، ومن ضمنها إن شركة مقاولات كبيرة زي SIAC اتربط اسمها بأعمال تجديد وتوسعة في مشروع شيبرد. وفي تغطيات صنعت صورة إن فيه توسعة كبيرة جدا، وفي كلام عن إضافة أدوار كتير زي 14 دور، وكمان 4 أدوار تحت الأرض للجراج. حتى لو بعض التفاصيل الفنية تتغير في التنفيذ، الإشارة العامة واحدة: ده مشروع إعادة هندسة، مش مجرد صيانة. وده يفسر ليه المشروع بياخد وقت، وليه التوقيت ممكن يتحرك. ماندرين أورينتال في وقت الإعلان اتقال إن الافتتاح كان متوقع حوالي 2024، لكن المشاريع الكبيرة، خصوصاً اللي فيها توسعة وترميم وتغيير شامل، ممكن تتأخر. فعوض ما نقول تاريخ ونقفل، نقول للناس إشارات تتبعها. لما تلاقي الحجز الرسمي فتح على قنوات ماندرين أورينتال الرسمية، ده مؤشر قوي. لما تلاقي حملات توظيف كبيرة hiring waves، ده مؤشر قوي. لما تلاقي soft opening افتتاح تجريبي، ده مؤشر قوي. لما تلاقي قوائم المطاعم اتعلن عنها والتجربة اتعرضت والمنتج اتسعر، ده مؤشر أقوى، لأن السعر هو الحقيقة في الفنادق الفخمة. السعر بيعكس الثقة، والثقة بيعكسها البراند. وفي النهاية، احنا عندنا قصة كاملة بس بشكل اقتصادي بحت. اسم بدأ سنة 1841، اتطور في أواخر القرن التاسع عشر، اتحرق في حريق القاهرة سنة 1952، رجع تاني سنة 1957 في جاردن سيتي، وبعد محاولات تحديث ومحاولات إدارة وقصة 2009 قفل في 2014 حسب ما تكرر في مصادر. وبعدين دخل في هيكلة جديدة، هيكلة استثمار تقريبي حوالي 1,400,000,000 جنيه، وعقد 35 سنة، وتقسيم صافي ربح 69% أول 10 سنين، و60% بعد كده 25 سنة، ومع تمويل كبير اتقال إنه 978.2 مليون جنيه، وفائدة حوالي 8%، وفترة سماح حوالي 3 سنين. وبعدين يجي الجزء الحاسم: ماندرين أورينتال بعقد إدارة وبمنتج معلن، 188 غرفة، 88 جناح، وبتصميم داخلي تحت إشراف سيبيل دي مارجري، وبهوية فخمة، ومطاعم وبارات وروفتوب ومساحات مناسبات. يبقى الحكاية مش فندق تاريخي، الحكاية تحويل أصل، من اسم إلى دخل، ومن مبنى إلى نظام تشغيل. وآخر جملة نختم بيها علشان تبقى واضحة: التاريخ هنا كان المدخل، بس الحكم الحقيقي هيكون في التشغيل، لأن تشغيل ماندرين أورينتال هو اللي هيقرر هل شيبرد رجع كاسم على الخريطة ولا رجع كأرقام على الدفاتر. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.